فلاح من المنوفيه بتخبطني ليه؟ بتخبطني ليه يا ابني؟ الو عينيا حبيبي ما وسعتش ليه يا ابن حبيبي. الشرموط؟ ما وسعتش ليه يا ابن الشرموط؟ من امتى كلمة فلاحين شتيمة؟ فلاح ده وسام نحطه على صدرنا، حاجة نتشرف بيها. احنا ما نعرفش نعيش من غير الفلاح، احنا بناكل وبنشرب وعايشين بالخير اللي الفلاح بيطلعه من الأرض. عمر الفلاح ما كانت شتيمة، عشان واحد لابس سلسلة في صدره وقميص مشجر وشعره أبيض مش محترم حتى سنه، مش محترم ابنه اللي بيتفرج عليه وهو بيشتم بأوحش الشتايم. لما ابنك ممكن يتحط في الموقف ده، الراجل نزل شتيمة في أدهم وفي أمه بأوحش الشتايم وفي المنايفة، والمنايفة كلهم زعلانين، واحنا كلنا زعلانين على زعل المنايفة، لان كلنا اصلنا فلاح. لو كل واحد قلب في دفاتره ودور في تاريخه هيلاقي اصله فلاح، والفلاح ده ما عمره ما كان عار على اي حد. الفلاح ده وسام كلنا بنتشرف بيه. ايه العقده النفسيه اللي جوه ناس كتير جدا؟ انت فلاح، اصل انت تربيه فلاحين. برضو في ناس في الجامعه بتروح يقابلوهم يقول لك ده اصل انت فلاح. فلاح ايه يا ماما انت وهو؟ الفلاحين ده انتوا ما تعرفوش تعيشوا العيشه اللي هم عايشينها. عيشتهم كلها خير وبركة ورزق واحترام، وبيطلعوا من بيوتهم علماء. كل العلماء والدكاترة والأسماء الكبيرة اللي احنا بنسمع عنها أصلهم اتربوا على طبلية وفي بيوت الفلاحين. عيب